Athletic! All square, Iñaki Williams makes it 1-0 to Athletic, 1-1. Just after Sergio Herrera had pulled up a great save. Athletic. Pablo Ibanez scores! Well, they've had one chance in extra time and Pablo Ibanez buries that into the corner of the net. 1-1 on the night, 2-1. Good delivery by Kimmich! And Upamecano has risen highest to head home the opening goal. It's come a little later than it did against Borussia Dortmund. First loose ball, he strikes! Oh! Nicholas Höfler! Wow. With an absolute dagger through the Bayern hearts to make it 1-1. A special strike. To handball! That's a handball. It is a handball, and Freiburg have a penalty at the Allianz game. Sommer. Höfler scores! Freiburg lead 2-1. The bench is cleared, and that might be the last kick of what will go down as a historic. This is Cuadrado. The Colombian comes up with the goods. Juventus set to take the lead and cleared away. Gosens, they're after it. The penalty has been awarded. Handball. The 93rd minute, square to San Siro. Lukaku sent off. He stars to the stalls. Lukaku puts into level, salutes. وفرصة وكرة الهدف الأول للنيجيري الهدف الأول لإيغالو وفرصة لإيغالو خلص النيجيري وسجل الهدف الثاني. خلص النيجيري عاد الكرة بالخلف وتسديد على الله. هدف أول للاتحاد. النمر تعافت مخالبه وأنيابه. الصدارة لن تفلت من قبضة النمور. مورينيو روما يا روما يا روما يا روما يا روما يا روما. الاتحاد يسجل ثاني أهدافه في المباراة. الصدارة وبجدارة اتحادية. الماضي العادل البيشي مرسلة داخل منطقة الجزاء. ثالث أهداف الاتحاد أحمد حجازي. الاتحاد في القمة والقمة يصبح لها وهج بالاتحاد. حكام الفي ار. الكرة إلى ركلة جزاء. نعم القرار بركلة جزاء لصالح الاتحاد. روما. رونالدو 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 رونالدو. الجمهور أجمل من يعلق على أهدافك. الجمهور أجمل من يردد السي مع رونالدو. عبد الإله تاليسكا يا جبار على كرة لا تأتي إلا من أقدام الكبار. يا تاليسكا يا تاليسكا يا تاليسكا يا تاليسكا. أي ضربة. الخطر قائم الخطر قائم الخطر قائم الخطر قائم. رونالدو. الجمهور أجمل من يعلق على أهدافك. الجمهور أجمل من يردد السي مع رونالدو. عبد الإله تاليسكا يا تاليسكا يا تاليسكا يا تاليسكا. أي ضربة. الخطر قائم الخطر قائم الخطر قائم. رونالدو.
باتجاه تاليسكا. ليلة النصر الكبير، يضربون بالأربعة في يوم النصر فيه يقدم أحلى وأجمل أهداف مبارياته. رونالدو لا زالت أيمن يحيى جول بالتخصص في شباك العدالة. أيمن لابد أن يسجل، أيمن لابد أن يكون له الحضور والظهور في شباك العدالة. صلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. نتعرف على قنوات الناقلة مباراة بايرن ميونخ فرايبورج في ربع نهائي كأس ألمانيا 2023 وموعد انطلاق المباراة المرتقبة. يواصل بايرن ميونخ سعيه لإخضاع كأس ألمانيا الغائبة في آخر موسمين عندما يواجه فرايبورج في الدور ربع النهائي بملعب أليانز أرينا. سيدخل النادي البافاري بمعنوياته المرتفعة بعد الفوز العريض على بروسيا دورتموند برباعية واستعادة صدارة الدوري الألماني. فرايبورج هو وصيف النسخة الماضية من الكأس بعد الخسارة من لايبزيج بركلات الترجيح، ويأمل كريستيان ستاريش في تكرار الإنجاز رغم صعوبة مهمته أمام بايرن. بالنسبة لبطولة كأس ألمانيا تنقل فقط وحصريا على شاشة قناة دبي الرياضية في منطقة الشرق الأوسط ومنشأ شمال إفريقيا، ومن المقرر أن تنقل مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج من خلال قناة دبي سبورتس HD2 المفتوح وبصورة مجانية. لا تقوم دبي الرياضية ببث مباريات كأس ألمانيا عبر يوتيوب. في الفترة الحالية لا توجد وسيلة لمتابعة لقاءات البطولة على الإنترنت سواء حصريا أو باشتراك بالنسبة للبث المباشر. بالنسبة لمعلق المباراة، سيتولى المعلق الشهير عبد الله السعدي مهمة التعليق على مباريات مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج في ربع نهائي كأس ألمانيا. بالنسبة لموعد المباراة، تقام مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج في كأس سوبر الألماني في كأس ألمانيا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 على ملعب أليانز أرينا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في 9:15 مساء بتوقيت مصر، 10:15 بتوقيت السعودية. أتمنى حظ أوفر الفريقين، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.